منهج التربية الدينية. أسئلة صح وغلط، طبعا مع التصويب. يعني لما تقول جملة غلط تكتب الصح بتاعها. احنا عارفين ان في قيامة عامة هتقوم فيها الناس كلها من الأموات. قيامة يعني الناس تقوم من الموت، طبعا دي في اليوم الأخير خالص، دي اسمها قيامة عامة. لكن في قيامة أولى اللي هي بعض القديسين اللي جسدهم مات، اللي هو كان اللي هو زي ايليا النبي، وزي رب المجد طبعا يسوع المسيح. تمام. تمام. طب انهي بقى اللي تيجي الاول، القيامة العامة ولا القيامة الاولى؟ اكيد القيامة الاولى. طيب يجي سؤال يقول لي ايه، القيامة العامة تسبق القيامة الاولى؟ اقول له طبعا العبارة غلط، دي القيامة الاولى هي اللي بتيجي الاول، وبعد كده بتيجي القيامة العامة في اليوم الاخير. طيب سؤال تاني، في تجسد الرب يسوع، يعني لما الرب يسوع تجسد اتحد اللاهوت بالناسوت اتحادا كاملا؟ اقول له صح، السيد المسيح لما تجسد اتحد اللاهوت اللي هو الله بالناسوت اللي هو الجسد البشري اتحادا كاملا، يبقى العبارة صح. طيب سؤال تاني، يجي يقول لي ايه، هو التجسد قد جعل الله محدودا؟ طبعا العبارة غلط، التجسد ما خلاش الله محدودا، لأن الله غير محدود، حتى هو في بطن الست العذراء كان غير محدود. يبقى التجسد ما خلاش الله محدودا في بطن الست العذراء، عشان هو يعني الله روح أزلي غير محدود بالمكان أو بالزمان. طيب جملة تانية يجي يقول لي ايه، دبر الله لخلاص البشرية بعد توسلات الإنسان لله بطلب الخلاص. يعني ربنا ما فكرش ان هو يخلص البشرية إلا بعد ما الإنسان قعد يتوسل ويتوسل ويتوسل إلى الله بيطلب منه الخلاص. أقول له طبعا العبارة دي غلط، لأن الخلاص، خلاص الإنسان يعني كان في فكر الله قبل حتى ما يخلق الإنسان. إن خلاص الإنسان كان في فكر الله حتى قبل ما يخلق الإنسان، منذ الأزل يعني. طيب عبارة تانية يجي يقول لي إيه، القيامة العامة اللي هي هيقوم فيها الناس كلها. احنا قلنا القيامة العامة هي اللي هتيجي في اليوم الأخير اللي هيقوم فيها الناس كلها من الموت. يقول لي القيامة العامة ديت هي قيامة للأرواح فقط، يعني الروح بس هي اللي هتقوم؟ أقول له طبعا العبارة غلط، القيامة العامة هي قيامة للأرواح وللأجساد كمان، يعني الجسد هيقوم والروح هتقوم، الجسد هيقوم والروح هتقوم، فهي قيامة للأرواح والأجساد معا، ده في القيامة العامة. طيب جملة تانية يقول لي ايه، هو الهدف الأسمى، الأسمى يعني الأعلى أو الهدف الكبير، الهدف الأسمى يعني الهدف الكبير والأساسي من التجسد الإلهي هو خلاص الإنسان؟ يعني الهدف الأسمى والأساسي من التجسد الإلهي هو خلاص الإنسان؟ أقول له طبعا صح، لأن ربنا يسوع المسيح تجسد عشان يخلص الإنسان، فهو ده هدف التجسد، هو خلاص الإنسان. طيب جملة تانية يجي يقول لي إيه،
كان للسيد المسيح سلطان يعني قدرة على الدخول والأبواب مغلقة؟ أقول له طبعا العبارة صح. السيد المسيح دخل والأبواب مقفولة كويس أوي، مغلقة كويس أوي، دخل ووقف وسط التلاميذ وهم قاعدين في العليقة. يبقى السيد المسيح ليه سلطان أو ليه قدرة إنه يدخل والأبواب مغلقة. صح ولا لأ؟ تبقى العبارة صح. جملة تانية يجي يقول لي إيه؟ محاسبة النفس أولى خطوات التوبة. يعني لما تقعد تحاسب نفسك وتشوف انت غلطت في ايه وما غلطتش في ايه، دي أول خطوات التوبة. أقول له العبارة صح. إن أنا لما أقعد أحاسب نفسي، محاسبة النفس، وأقعد أشوف عملت غلط، ده غلط ليه وغلطت في ايه، دي أول خطوة من خطوات التوبة. تبقى محاسبة النفس أول خطوات التوبة. طيب جملة تانية. زمان اليهود ما كانوش بيحبوا السامريين ولا بيتعاملوا معاهم. اليهود ما كانوش بيحبوا السامريين ولا كانوا بيتعاملوا معاهم. طب لما يجي يقول لي هو اليهود كانوا يحبون السامريين، اقول له العبارة غلط. ده اليهود ما كانوش بيحبوا السامريين ولا كانوا بيتعاملوا معاهم. طيب جملة تانية. في مرة من المرات السيد المسيح وهو ماشي شاف ابن أرملة ميت وشايلينه، اسمه ابن أرملة نايين، والست الأرملة دي ماشية عمالة تعيط على ابنها. طب يا ترى هو لما شاف نعش ابن الأرملة ده، ابن أرملة نايين، راح ماشي معاهم إلى مكان الدفن؟ يعني السيد المسيح لما شاهد نعش ابنة أرملة نايين شاركهم، يعني مشي معاهم بالسير، يعني مشي معاهم إلى مكان الدفن؟ أقول له العبارة غلط. ده أول ما شاف ابن أرملة نايين ده ميت وشايلينه على النعش بتاعه، والست الأرملة أمه عمالة تعيط، راح لمس النعش وقوم ابن أرملة نايين من الموت. قوم ابن أرملة نايين من الموت. تمام. ودي تبين قد ايه حنية الرب يسوع انه تحنن على الأرملة وأقام ابنها الميت. انه تحنن على الأرملة وأقام ابنها الميت اللي هو ابن أرملة نايين. طيب جملة تانية يجي يقول لي ايه؟ تأخر الرب في ذهابه إلى لعازر لأنه لم يكن واثقا من شفائه. يعني هو اتأخر ان هو يروح للعازر لأنه ما كانش واثق ان هو هيقدر يشفيه. اقول له طبعا العبارة غلط. العبارة غلط. امال ايه الصح؟ هقول له الرب يسوع اتأخر ان هو يروح للعازر عشان يقوم بمعجزة اعظم. طب ايه هي المعجزة ديت؟ ان هو يقوم لعازر من الاموات، وبكده يتمجد اسم الله. يعني الرب يسوع فضل انه يتأخر وما يروحش للعازر بسرعة عشان العازر يكون مات، فهو يروح يقوم بمعجزة كبيرة. ايه هي المعجزة الكبيرة ديت؟ انه يقوم لعازر من الموت. تمام. وبكده يتمجد اسم الله. يتمجد اسم الله. طيب السؤال ده يجي بطريقة تانية في بما تفسر. يقول لي ايه؟ بما تفسر تأخر الرب في الذهاب إلى لعازر مما أدى إلى وفاته. يعني وفاة لعازر ليه؟ يعني ايه السبب؟ هقول له الرب يسوع
اتأخر انه يروح للعازر عشان العازر يكون مات، فهو يروح له ويقوم بمعجزة اكبر من ان هو يشفيه بس. لا، ايه هي المعجزة الكبيرة؟ انه يقومه من الموت قدام عيون الناس كلها، فيتمجد اسم الله، فيتمجد اسم الله. طيب، في أسئلة بتجيلي أكمل، آيات من الإنجيل بتجيلي أكمل، بيقولي إيه؟ أكمل: أنا هو القيامة والحياة، والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، فسيحيا. طيب، جملة تانية يجي يقول لي ايه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طيب، جملة تانية بيقول إيه؟ وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. دي جملة قالها السيد المسيح لتلاميذه، قال لهم إيه؟ وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون، تؤمنون. طيب، جملة تانية يقول ايه؟ ولكن ليفهم العالم اني احب الآب، وكما اوصاني الآب هكذا افعل. تاني: ولكن ليفهم العالم إني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. تمام؟ تمام.